معي الشامي بس عم بيصوروه العالم. رح نبلش لقاء. تفضل. يا اهلا وسهلا يا حبيبي ومرحبتين يا حبيبي. شو سر هالمحبة الكبيرة؟ اجتهاد وتوفيق من الله، الحمد لله رب العالمين. يعني هي السنة أنت مرشح عن جائزتين، الأغنية المفضلة والشاب المغني الصاعد، هي وحدة من بيناتهم حقيقة بتهمك أكثر؟ أنا بالنسبة لي بمجرد إني هون باجتهاد سنة إني أكون واقف هون، هذا فضل من الله ومكتفي جدا. أي وحدة باخذها هي شغلة حتكون كتير شغلة مهمة بتاريخي. بحس انه اذا باخذ اغنيه هي السنه حيكون شيء كثير لذيذ بالنسبه ايه بس معك 3 صبايا منافسات قوايا كثير. لانه هيك بدي اياها. هذا التحدي. الي الفخر والشرف اني اكون مع هي الاسماء الكبيره. عندك أصالة وأحلام وعندك أميمة طالب. يعني عن جد الي الفخر اني يكون اسمي موجود بين هي الاسماء اللي جدا مهمه وكبيره. يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا. الأغنية الفائزة هي يا ليل ويا عين الشامي. أول شيء أنا آسف أمي ما حطيت جيل على شعراتي. إلي الفخر والشرف إني واقف أمام نجوم كبرت أنا وعم شوف وجهن، وأصوات كبرت أنا وعم بسمع صوتهم. ولي الفخر إني عم مثل سوريا بلدي العزيزة. شكرا. من ولد بيجلس صحون لحدا عم يتكرم بأهم حفل موجود بالشرق الأوسط. الحمد لله على كل شيء. شكرا للسعودية، المملكة العربية السعودية. شكرا معاليك فتحت لنا هي الفرصة لنكون هون اليوم. شكرا مرة ثانية لبلد سوريا وللجيل اللي عم يدعمني لكون عم مثل الأغنية العربية وهذا الجيل هون. شكرا.